المشكلة مو انك ما عندك وقت، يعني انك ما تعرف لمن تنطي. اذا انت شخص عندك شغل ودراسة راح تحس بهذا الشعور طول الوقت، تحس انك مقصر بشي معين، يا اما بالدراسة يا اما بالشغل. شعور ما يكون عندك بس، عند الكل اللي عندهم شغل ودراسة، وعنده هواي ناس من هذا ومن ضمنهم أنا. اليوم راح نحكي عن هالمشكلة وراح نحاول نحلها مع بعض، وبنفس الوقت راح أطبق شلون نوزع الوقت الصح، يعني الوقت ثمين، وإذا ما وزعناه صح راح نخسر يا أما الشغل يا أما الدراسة يا أما راح نخسر نفسنا. فاليوم راح نحكي عن مفهوم التوازن، وشلون راح نوازن بالوقت، وشلون راح نختار الوقت اللي راح يكون يعني خلاص انه ثابت، جدول ثابت تعرفون شلون. حتى لو انه الجدول ما يكون ثابت، في بعض الناس ما تحب الالتزام، يعني الالتزام مو بس بالشغل، الشغل لازم تلتزم بالدراسة، بس انه التزام انه بجدول معين، ومنهم اني ما احب التزم بجدول معين. احب اشوف شنو اليوم عندي، شنو اليوم مثلا عندي طلعة، عندي شيء، اغير جدولي كله على موته. انتوا لما راح تعرفون شلون توازنون، شلون تضبطون الوقت الصح، تضبطون الشيء معين صح، راح تعرفون كل وقت ترتبون جدول معين تمشون عليه، كل وقت تغيرون براحتكم وتعرفون شلون توازنون. طبعا مو الكل يعني عندها شغل ودراسة مع بعض، بس في بعض الناس انه هي تحب تكون تشتغل على مستقبلها بشغلتين، حتى تكون ما ضمت شيء ثاني، ما ضمت حلم لها، لأن بعض الناس أحلامها ما ترتبط بالدراسة. حتى وإن كان عندهم حلم بالدراسة، شغلهم يحبون يكون عندهم شغل خاص بعيد عن الدراسة. هو مو ذنب، بالعكس هو أصلا شيء كلش حلو، بحيث إن أنت ما تظلم دراستك، وبنفس الوقت تشتغل على حلمك اللي أنت تحاول إنه ما تبعد حلمك عنك وتشتغل عليه. في بعض الناس يقولون إنه لا، ابتعد عن الشغل، أنت مو وقتي، أنت ما أعرف شنو. أنا ما أقصد شغل معين، إنه شغل هذا اللي هو العملي اللي برا هذا مرتبط بوقت معين. أنا أقصد الشغل الحر اللي أنتم تسوون نفسكم بس حتى تحققون حلمكم. ما راح أحكي عن شيء معين، الأحلام هواي والشغل هواي. بس مثلا عندي أني هسه عندي محتوى اللي هو الشغل والمحتوى. ممكن إنه هسه تشوفون تقولون ما عندك مشاهدات، ما عندك شيء، يعني ليش أنت مرتبطة بوقت معين لازم، يعني أنت ما مجبورة ولا عندك مثلا التزامات، بس إنه أني أحب إنه أضبط شغلي بحيث إنه مو بس على مود المشاهدات والاشتراكات، لأن المشاهدات والاشتراكات مو يعني بس إنه حلمي أكبر من هذا، وإن شاء الله بالمستقبل راح تعرفونه. بس الفكرة وين؟ الفكرة إنه إحنا لازم نضبط شغلنا نلتزم به. بس أنا عندي حلم لازم أستمر وأضبطه، مو بس إنه شغل مشاهدات واشتراكات. فأنا يعني مثلا إذا أنا ما عندي اشتراكات ولا مشاهدات، معناه إنه أستسلم وخلاص، إنه أقعد وأنتظر وقت ما يجوني وما أهتم؟ طبعا لا. فأنا لازم أشتغل. الحلم يحتاج صبر وتعب. خلينا نطلع من هالموضوع. يعني أنا ما راح أحكي على شغلي، بس دا أعطيكم اليوم راح أعطيكم في المثال على الشغل، يعني اللي هو المحتوى. أنا مثلا عندي، وأنا يعني مو بس اليوتيوب، عندي أشياء ثانية هواي يعني تخص الأحلام مالتي. مثلا شغل ثاني، يعني مثلا هو محتوى بس إنه شغل ثاني بعيد عن اليوتيوب، يعني هم يساعدني بهذا المحتوى، يعني أشياء شيء مرتبط بشيء مثل السلسلة. فأني إذا أترك الشغلة واحدة راح تنفك السلسلة، فلازم إنه ما أترك نهائيا. وأنا بنفس الوقت يعني دراسة أكيد أهم من هذا كله، بس أنا عندي إصرار على حلمي. راح في يوم أذكر هالشي وأذكر هالفيديو. فنرجع لموضوعنا. إحنا عندنا المهم شنو هو التوازن. إحنا كنا عندنا راح يكون عندنا شعور بالذنب داخلنا، وهذا شيء طبيعي، لأنه هو كل بشر عنده شعور بالذنب من شيء معين. يعني مثلا الأم تحس بتقصير تجاه أطفالها، العازبة تحس بتقصير تجاه نفسها، تشتغل تحس بتقصير تجاه إنه وقتها، إنه هي ما عندها وقت لنفسها. ما تشتغل تحس بتقصير إنه هي مدت تشتغل يعني تنطي نفسها في شيء تشتغل بيت، يعني مدت تشغل نفسها بشيء معين. فالبشر يعني ما راح أعدد أكثر، البشر هواي عنده شعور بالذنب بشيء معين، لأن هو يعني هذا إحنا بشر نحس بغلط، نحس بتعب، نحس بذنب. فإحنا ما راح نشيل هذا الشعور بالذنب، لأن هو هذا مجبورين، بس راح نخففه، راح نحاول نشتغل ونخففه. فالموازنة شيء مهم بحياتنا. هسه راح نقول شنو المطلوب، اللي هو
أول شيء المشكلة شلون؟ أول شيء راح نحكي عن المشكلة إنه إذا تركنا حلقة واحدة من شغل راح تنفك السلسلة، وإذا تركنا دراستنا راح ينتهي مستقبلنا. التوازن شنو؟ التوازن هو إنك تعرف شنو اللي أنت تحتاج اليوم بالأكثر وتنطيه وقت أكثر من الأشياء الثانية حتى ما تضيع أي شيء عليك. وبنفس الوقت التوازن ترى مو معناه أن أنت خلص كل يومين لازم على نفس المستوى على نفس المستوى. هذا الشيء مستحيل إنك ما تقصر بشيء، مستحيل إنك ما راح تحس إنه يعني إذا شخص حاول يكسرك يوميا مثالي من ناحية الشغل والدراسة، ترى هذا شيء صعب. أنا ما هسه أقولكم إنه أني صح دا أقولكم إنه أنت لازم توازنون، بس إنه إحنا نحاول نشتغل إنه ما نترك، بس إنه مو راح يكون بأفضل صورة، لأن ترى يعني هو واحد يعني يفعل خيرا من أن لا يفعل. لأن إذا أنت حاولت كل يوميا تسوي نفس الشيء، تدرس تشتغل يعني بنفس المقدار وبنفس الشيء، راح تحس إنه أنت تهلك نفسك، تحاول تصير مثالي على الفاضي، لأن بالتالي راح يضيع عليك شيء. يعني أنا ما أعرف شنو، بس إنه هو راح يضيع. أنت لازم تحاول تعرف إنه اليوم أنت شنو تحتاج بالأكثر، اليوم شنو لازم تنطي وقت أكثر، اليوم أنت مضطر تنطي لفلان وقت أكثر وهذا أقل، وحتى لو تنطي بس نص ساعة ربع ساعة للثاني، المهم إنه أنت ما تترك، لأن إذا تترك ضاعت عليك. أنت لازم ما تعيش بعشوائية، بدل ما كل شيء تفتحه بنفس الوقت وكل شيء تسويه بنفس الوقت، لازم تخصص وقت واضح للشغل ووقت واضح للدراسة. يعني مثلا أنا اليوم محتاجة أشتغل أكثر من اللازم، فشو أسوي؟ وبدل ما أنه أشتغل اليوم كله واللي طول اليوم أتعب نفسي، طبعا لا، أكيد راح أخصص وقت معين، يعني 2 ساعتين 3 ساعات للشغل وساعة للدراسة. يعني أنا ما دا أنطفت شيء إنه ثابت، لأن طبعا الدراسة ما تحتاج بس ساعة واحدة، بس إنه مثلا أنا أخصص وقت يعني طويل للشغل، أشتغل أخلص كل شغلي، بعدين الوقت الباقي من طول اليوم، لأن اليوم طويل، الوقت الباقي من اليوم أدرس، أخذ راحة، أسوي اللي أريده. بس إنه أنت حسب، إذا مثلا عندك دراسة هواي تخلص بس دراسة، وإذا ما عندك تدرس شوي وتروح تكمل حياتك، تسوي أي شيء. يعني الاستمرار الحقيقي إنك تشتغل بذكاء، مو بس بكثرة، لازم تستمر بذكاء، ما تحاول إنك يعني تحاول إنه تكون مثالي بأكبر صورة. ترى ماكو شخص مثالي، أهم شيء إنك تفهم إنه ماكو شخص مثالي، ولازم تحس بتقصير بشيء معين، بس التقصير لازم نحاول نخففه بذكاء. يعني هسه مثلا أعطيكم مثال، إنه أنا هسه لازم أدرس 10 ساعات، لازم كل يومين أنزل محتوى وأنزل بكثرة، ما استفاد شيء، تمام؟ طاقتي انتهت. ويعني أنا ترى دا أحكيكم عن تجربة، جتني فترات قمت إنه كل شيء أحاول أسوي بمثالية، بأبهى صورة، أدرس. يعني هذا مو بس شغلة الدراسة، يعني الدراسة شيء واحد، لأن الدراسة على حسب الاحتياج، مثلا أنا محتاج امتحان عندي أدرس، بس الشغل حاولت، يعني أنا ترى ما وصلت لهالترتيب بالشغل إلا إذا ما شفت بنفسي التعب، وما يعني بس سمعت نصائح، لا طبقت وبنفسي غلطت. يعني انتوا هسه طبقوا عادي، غلطوا تعلموا، بس انه انتوا اخذوا النصيحة حاولوا تطبقونها. مشيت وياكم مشيت، ما مشيت حاولوا تسوون شيء وتغلطون وتتعلمون حتى توصلون شيء انتوا تقدروا له وانتوا تحبونه. فاللي اريد اوصل له اليوم انه التوازن، انك تحاول تعرف تدرس الوقت الصحيح. يعني مثلا انت تقعد مثلا، خلينا نقول متاخر، يعني انا ما راح اقول انه انت كمل وقت واقعد من 5 صباحا وهاي، لا، يعني عادي انتوا شو وقت ما تحب. يعني مثلا انا احب وقت الصبح، انا بدي اعطيكم امثله حتى تفهمون، احب وقت الصبح، فراح اسوي جدول انتظم به، وراح اجرب بالفيديو الجاي ان شاء الله، راح اكون بالفيديو الجاي راح اسوي لكم مفهوم كامل عن التوازن، بس انه عملي، تطبيق عملي، اوكي؟ يعني هسه انا دا اشرح، يمكن انتم ما فهمتوا. بالفيديو الجاي راح اسوي لكم فيديو كامل اني اطبق العملي، لان انا ترى بس درست الفكره، بعدني ما باديه بالتنظيم بالترتيب، بعدني عندي هواي اشياء اسويها، راح اصور لكم اياها ان شاء الله باكر وانشرها ان شاء الله اسرع وقت. وشي تدرس الوقت، شلون راح ندرس الوقت؟ انا مثلا احب وقت الصبح، راح احاول كل وقت الصبح، تمام؟ مو بس انه انت تقول لا ما اقدر، هاي انت مو بس على تحب الوقت، هسه راح يكون ناس تقول انا احب وقت الليل، عادي اشتغل بالليل. يعني انت شوف شنو نفسك، انت شنو اللي تقدر بوقت انه انت عقلك وياك، بس ترى لا، مو لازم تكون جاهز. توصل لحلمك لا تفكر انه انت لازم تكون جاهز، هاي اهم نصيحة من عندي لكم. مو شرط تكون جاهز، بس انت لازم تكون عندك وقت
أكيد أكو شخص عنده مثلا وقت يكون يحس إنه يقدر يشتغل، يقدر يدرس. أنا من الناس اللي أحب الصبح حتى لو جيت نعسانة، بس أحس الصبح بطاقة، نشاط، ما حد قاعد، أكون مرتاحة. بالليل أكو ناس هم تحب إنه يكون وقتها المفضل، فأنتوا وقتكم المفضل مو شرط تكونوا جاهزين. أنا حتى مرات من أصور من أدرس ما أكون جاهزة نفسيا ولا جسديا ولا أي شيء، بس أنت تغصب نفسك حتى توصل لحلمك وتحس بطعم النجاح. يعني من تنجح بدراستك بشغلك بأي شيء راح تحس بطعمه. بعد ما قعد من وقت أخلص يعني احتياجاتي، مثلا آكل، أصلي، هاي احتياج روحي، احتياج جسدي إنه آكل، احتياج نفسي إنه شوي أسوي تأمل، لأن أنا صراحة من أسوي تأمل فد أرتاح. بعدين شوي شوي أبدي مثلا أجهز المعدات مال التصوير وأصور. مثلا هذا شغلي يعني، حسب انتو شنو شغلكم. ولازم قبل كل شيء تكون قبلها بيوم أنت كاتب بيومها شنو مطلوب منك وشنو الأشياء المهمات اللي عليك. مهمات مثلا المهمة الأولى إنه أصور مثلا خلينا نقول 5 فيديوهات، تمام، أصور 5 فيديوهات أو 5 لقطات أو مثلا فيديو واحد. أنتوا اللي عندكم شنو المفروض. وعلى فكرة إذا أنتم مثلا اجتكم فترة امتحانات، يعني مثلا أني اجتكم مثلا فترة امتحانات، تجهزون نفسكم للشغل والامتحانات قبلها فترة. يعني أنا مثلا نفس الفكرة، ما راح أغير، يعني ما راح أدخل موضوع ثاني. بس أنا ليش لكم تصور 5 فيديوهات وهيك؟ أنت تجهز نفسك لفترة راح تختفي بيها عن حتى نفسك. فأنت إيش راح تسوي؟ مثلا أنا حصور 5 فيديوهات، أخلصها، تمام، خلصت تعبت، أروح أرتاح شوية، أكل سناك، أرجع أصممهن. يعني أفرزن تصوير. شلون أستعمل فرزن أكل رمضان؟ نفرزن تصوير، لأن أنت راح تجيك فترة ما راح تقدر أبد تفتح تليفون. أنا ما راح أفتح تليفون، أوكي، ما راح أفتح تليفون بالامتحانات، بس أخصص له بس ساعة باليوم. يعني أنا حتى بالامتحانات مثلا أخصص وقت أروح مثلا يوم أهلي أسوي شيء، أخصص بس ساعة واحدة ما راح تأثر، وإذا أثرت علي طبعا أتركها. يعني هاي الساعة ما أضغط على نفسي، بس إنه أنت لازم أبد ما تترك. يعني مثلا أنا اليوم تركت، باكر أنشر، بس مو معناه إنه خلاص فترة الامتحانات كلها. يعني مو مثلا إذا أنت فتشي منك وقع توقع الباقي، لا طبعا. يعني بس يوم واحد إذا ما قدرت عادي، بس إنه أنا أخصص بس ساعة واحدة، أو حتى مو ساعة، ليش ساعة، دقائق، بس تنشر هذا الفيديو وخلص. أنت منتجهن، أنت مصورهن. يعني أنا ما أقصد بس الشغل الثاني. أنت مثلا عندك شغل مثلا هواي تحتاج وقت إله، تخلصه قبل فترة. يعني أنت مثلا مطلوب منك تسليم شغل قبل بعد فترة، فش تسوي؟ تخلص هذا الشغل، تفرزنه، بعدها الشغل الدراسة راح تكون عليك بس أنت. يعني فترة الامتحانات اللي احنا فترة الامتحان بس دراسة، بس بالحياة الواقعية ما تقدر توازن، راح تخصص وقت أكثر للشغل ووقت أكثر مثلا للدراسة. هسه أنا حكيت قبل شوية من قلت لكم إن أنتم لازم كيفكم براحتكم تخصصون وقت أكثر للشغل ووقت أكثر للدراسة. هذا بالأيام العادية، من لما يكون عندك شغل أكثر تحتاج، ومن لما يكون عندك دراسة أكثر تحتاج. يعني مرات تكون عندك امتحانات شهرية ولا شيء معين. وعلى فكرة ترى حتى بالأيام العادية تقدرون تفرزنون تصوير وشغل. يعني مثلا مو يعني فيديوهات طويلة مثل اليوتيوب اللي عندي، بس فيديوهات قصيرة تفيدكم وتنشرونها. مثلا أنا أنشر باليوم فيديوهين، تمام، باليوم فيديوهين. هذا الفيديوهين ايش راح اسوي؟ طبعا فيديوهات قصيرة هي هاي، فايش راح اسوي؟ اصور مثلا 10 فيديوهات، 20 فيديو، اكملهن، اصمم 10، بعدين 20. تصميم صعب اكثر من التصوير. بعدها من اصممهن واخلصهن اضمهن احتفظ بيهن كل يوم. يعني انشر فيديوهين. هاي بالايام العادية. تخيلوا حتى بالايام العادية اخصص يوم انشر، اصور واكمل. بس بالامتحانات اصور اكثر مكثف وامنتج مكثف قبل فترة من الامتحانات. بعدين من تجي الامتحانات اخصص وقت للدراسة. طبعا اكيد بالاكثر راح تكون، فاني هسه احكي لكم عليه انه بالامتحانات راح يكون وقتكم اكثر للدراسة. طبعا ما مو بكيفكم. يعني هسه انا قلت لكم براحتكم، هسه لا، هسه انتم مجبورين يكون وقتكم الاكثر للدراسة حتى ما تضمون الدراسة، وبنفس الوقت انتم ما ضامنين شغلكم. ليش؟ لان انتم فرزين قبل فترة تصوير معين، واذا خلص هذا التصوير تقدرون تخففون باليوم بس الريل واحد. يعني هسه انا احكي عن المحتوى بس. فانت مو قصة انه تفرز تصوير لو فد شي، لان انتو يمكن شغلكم شي ثاني. بس انت لازم تعرف شلون توازن صح الوقت. يعني حتى اذا كان عندكم مثلا تنظيف بالبيت فد شي، تخصصون يعني تسوون تنظيف عميق قبل فترة امتحانات. تخيلوا يعني صار اشرح لكم تخصصون تنظيف معين، تخصصون
تكملة كلها. وبعدين الامتحانات انتم بس شي بسيط، يعني ساعة واحدة تنظفون في شي معين، تنظفون مثلا جوا وثاني يوم تنظفون الفوق. يعني مثلا أنا دا أقصد مو الشي معين الشغل، بس إنه الفكرة إنه أنت تعرف شلون توازن شي معين أنت تحبه. فالفكرة وين؟ الفكرة إنه أنتوا قلت لكم الفترة العادية تقدرون تخصصون الوقت اللي تردون للدراسة أكثر أو للشغل، بس أنتوا فترة الامتحانات الدراسة الأكثر إيش راح تسوون؟ راح تخلون وقت بس دقائق تنشرون بيها لأن أنتوا برزنتوا قبل التصوير. فأنا هسه شرحت لكم الفكرة، وإذا فهمتوا شي وإذا ما فهمتوا كتبوا لي بالتعليقات، أشرح لكم إياها بالفيديو الجاي، واللي راح تكون تطبيق عملي، راح تشوفون شنو قصدي بالفيديو الجاي. مع السلامة.